سلام الله عليكم عشاق المستديرة، ومرحبا بكم في هذا التقرير. أكد الصحفي إيدول المقرب من لابورتا أن جواو كانسيلو يقترب من برشلونة. كانسيلو لن يعود للمان سيتي إطلاقا بعد مشاكله الشخصية مع بيب غوارديولا. توماس توخيل وبايرن ميونخ لن يستطيعوا شراءه لأنهم يبحثون عن مهاجم بديل لليفاندوسكي وبديل لمان الذي سيخرج. برشلونة وريال مدريد هم الناديين الكبيرين الذين يريدون التعاقد معه، وكانسيلو يريد برشلونة لأن أسلوب البارسا يشبه أسلوب فريقه السابق السيتي إذا اختار البارسا. وكيل أعمال كانسيلو مينديز قريب من لابورتا ووعد لابورتا بأنه سيسهل الصفقة بأقل التكاليف. شافي يرى أن وصول كانسيلو سينقل الفريق من مستوى إلى مستوى آخر، حيث أن كانسيلو سيكون باليمين وبالدي على اليسار. وبهذا نودعكم في هذا التقرير الذي أسعدنا بالإثارة والجمال. لقد شاهدنا كرة القدم تجسد الفن والشغف والتحدي. نشكركم على مشاركتنا هذه التجربة الرائعة، ونلقاكم في تقرير آخر ملهم. وإذا كنتم من عشاق المستديرة فلا تفوتوا المزيد من الفيديوهات والتقارير المدهشة على قناتنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة.